سمعت قبل كده عن الجملة الشهيرة الناس بتحب تشتري لكن ما بتحبش ان حد يبيع لها؟ عمرك سألت نفسك عن السبب؟ السبب هي ان الناس بتبقى عايزة تكون هي المتحكم الاول والاخير والاساسي في قرار الشراء بتاعها، ما بتحبش ان حد يضغطها او ان حد يكون هو المتحكم في القرارات بتاعتها. في الفيديو ده هنتكلم عن 9 دوافع رئيسية بتدفع الناس للشراء. مش لازم تستغل ال9 دوافع عشان تبيع اي حاجة، لكن مهم جدا تشوف الحاجة اللي انت بتبيعها متوافقة مع انهي دافع من الدوافع اللي انا هتكلم عنها، وشوف مبيعاتك وهي بتنفجر. يلا بينا. الدافع الاول الصحه والخلود. مين مش عايز صحته تبقى احسن ويعيش اكتر؟ والخلود هنا مش معناها ان انت تعيش للابد، لكن انك تسيب بصمه واثر بعدك يعيش للابد. ده نفس الدافع اللي اعتمد عليه شركه الساعات الشهيره باتيك فيليب عشان تبيع ساعاتها. في الحقيقه انت لا تمتلك باتيك فيليب، انت فقط تعتني بها للجيل القادم. باتيك ساعاتها بالمناسبه اغلى من الرولكس، بتتراوح ساعاتها ما بين 30,000 دولار ل 2 مليون دولار للساعه الواحده. باتيك هنا مش بتركز في الاعلان على ان ساعاتها قد ايه دقيقه او فيها جرامات ذهب اكتر من الرولكس، لان ساعتها هتبقى سلعه زيها زي غيرها، لكنها بتبيع لحظه ما بين اب وابنه. ان الاب هيدفع فلوس كتير في الساعه، بس الساعه هتقعد للجيل اللي جاي. فده الدافع الاول، الصحه والخلود. الدافع الثاني المال والقوه، انه يعمل فلوس، يوفر فلوس، يبني بيزنس ناجح، يبني فريق قوي. بس في الحقيقه الناس اصلا مش عايزه الفلوس في حد ذاتها. عشان اوضح لك الموضوع ده، تخيل معايا كده ان حد عرض عليك 10 مليون دولار. قبل ما تفرح قوي هو قال لك في المقابل انت مش هتمشي تاني. هل هتاخدهم؟ او هتاخد 10 مليون دولار بس مش هتشوف؟ هل هتاخدهم؟ طب بلاش، هديك مليار دولار، رقم خزعبلي، بس هتفضل قاعد في اوضه صغيره محبوس، مش بتشوف حد ولا حد بيشوفك ولا بتروح في حته. هل هتاخدهم؟ يبقى هنا انت ما بقتش عايز الفلوس، انت عايز القوه والخيارات اللي الفلوس بتديها لك. الناس عايزه القوه، الخيارات، الحريه اللي الفلوس بتديها لهم. وبالتالي انا عايزك تفكر كده وانت بتبيع. هو عميلك مش عايز يحتفظ بالفلوس مش عشان مثلا من غيرها هيموت، لكن هو عشان مش شايف الخيارات الافضل البديله اللي هيشتريها بالفلوس دي، لان الخيارات عنده اهم من الفلوس. خيارات انه يسافر، انه يحمي اسرته، انه ما يبقاش قلقان من المستقبل، او انه ما يبقاش قلقان من انه مش معاه فلوس. فهل البديل الافضل اللي انت بتقدمه هيحقق له القوه والحريه والخيارات اللي بيدور عليها واللي تخليه قايد الحاجات دي كلها بالفلوس وهو مبسوط؟ الدافع الثالث المدح والشهره. الناس عايزه مدح، عايزه تحس انها مهمه. ولما بقول شهره مش لازم انفلونسر عنده ملايين المتابعين، ممكن مشهور في الوسط الصغير اللي هو فيه، او وسط اصحابه، او وسط بنت عايز يرتبط بيها. وده اللي قايم عليه الكتاب الشهير كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في النفس، How to win friends and influence people بتاع ديل كارنيجي. ايه اللي باع ملايين النسخ من الكتاب؟ هل الكتاب نفسه؟ لا، مع ان الكتاب حلو، بس اللي باعه هو العنوان بس، لانه قائم على الدافع ده، حب التقدير والشهرة، انه بيكلم احتياج اساسي عند البشر. لو قريت الكتاب ده اكتب لي ايه الحاجة اللي شدتك فيه وخلتك تقراه. ده اللي بيخلي البنت تقعد تحط ميك اب وتتزوق حتى لو هي رايحة تقابل صاحباتها، مش شرط ولاد. ده اللي بيخلي حد يروح الجيم كل يوم عشان الصحة ممكن، وعشان برضه حب التقدير وحب الشهرة وحب المدح. ده بيبان جدا اما حد يروح الجيم ويضيع نص وقته في الجيم عمال بيصور نفسه بينزلها ستوري على الانستجرام. بالنسبه له اهم انه يعرف الناس ان هو بيتمرن، ده اهم من التمرين اصلا. وده اللي بيخلي السوشيال ميديا ادمان بالمناسبه، انها قائمه على الاحتياج ده وهم بارعين فيها للغايه. القلب، اللايك، الكير اللي انت المفروض تعمله بالمناسبه لو انت لسه ما عملتوش، بيخلي الدوبامين في دماغك يولع. انا حطيت حاجه، ها جالي كام لايك، اللي هو مش بس انا عايز الناس اللي تعرفني تحبني، انا عايز كمان الناس اللي ما تعرفنيش تحبني. لو الاسوأ بقى لما شخص ما يعرفكش اصلا يهاجمك، تبقى متأثر جدا، ازاي يهاجمني، ازاي ما قدرنيش، ازاي ما مدحنيش. فده الدافع الثالث. قبل ما ندخل في الدافع الرابع، تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نكمل. الدافع الرابع اللي بيدفع الناس للشراء، تطوير الذات. سواء النجاح في وظيفتك، النجاح في تربيتك لاولادك، او اي نجاح شخصي، او انك تطور من نفسك ومن عملك الخاص. وده بالنسبه لي ادمان حلو. احنا كلنا مدمنين لحاجه. في ناس مدمنه سوشيال ميديا، مدمنين سجاير الى اخره، وفي ناس مدمنه جيم، اكل صحي، انها تطور نفسها. انت بس اللي هتقدر تختار انت عايز تدمن انهي. انا شخصيا مدمن لتطوير نفسي جدا، وبحضر ايفنتات وماستر مايندز ودورات وبطور من نفسي كل يوم. فيا ترى انت مدمن لايه؟ اكتب لي في التعليقات. الدافع الخامس، التسليه والمرح.
انك تضحك، تنبسط، تخرج مع عيلتك، مع اصحابك، تشوف فيلم، تلعب بلاي ستيشن. بيشرح نفسه جدا الدافع ده. الدافع السادس تجنب الاخطاء والصعاب. اكتب كده بعد اذنك: الناس هتعمل كل ما بوسعها عشان تتجنب المها عن انها توصل لحلمها. تخيل كده سيناريوهين: واحد فيهم اسد بيجري وراك، والتاني شنطة قدامك فيها 10 مليون دولار. مين فيهم اللي هيخليك تتحرك أسرع؟ الإعلانات الشهيرة جدا Do you make these mistakes in English؟ هل ترتكب هذه الأخطاء في اللغة الإنجليزية؟ محدش عايز يرتكب أخطاء. تلاقي أكتر عناوين أو أكتر فيديوهات بيتم مشاهدتها: 3 أخطاء عليك تجنبها إذا كنت تفكر بشراء شقة جديدة. طب ليه الناس بتتحرك أكتر عشان تتجنب الألم أكتر من إنها توصل لحلمها؟ عشان الألم حقيقي، أنت حاسه دلوقتي في الوقت الحاضر، لكن الحلم ده في المستقبل، مجرد احتمالية. كتير جدا سبحان الله بشبه الموضوع ده باللي احنا عايشينه دلوقتي في الدنيا كلها مشاكل، كلها صعاب، كلها آلام، وعلى الآلام دي احنا بنثاب، والجايزة في الآخر الحلم بالنسبة لنا المفروض هو الجنة. بس تلاقي الناس ما بتستحملش الألم البسيط اللي في الدنيا، مع إن الحلم في النهاية عظيم جدا، بس تلاقي لا، أنا عايز أهرب من الألم الصغير جدا لأن أنا حاسه دلوقتي، لكن الجنة لسه في المستقبل، لسه هستنى. أنا عايز أطلع من الألم ده دلوقتي. الألم حقيقي وحاضر. عشان كده وانت بتبيع لو ما عرفتش تعرف الألم اللي عند العميل ده، هيصعب عليك عملية البيع جدا. الدافع السابع: المنافسة والفوز. الناس هتعمل أي حاجة عشان تكسب أو تشوف حد هم بيحبوه بيكسب. ولو خدت بالك ده اللي قائم عليه بيزنس الرياضات الذي يقدر بمليارات الدولارات. ولو انت بتحب تتفرج او متابع رياضة معينة او فريق معين، اكتبوا لي تحت في التعليقات. بتلاقي المشجعين لابسين تيشيرتات الفريق، حاطين الميك اب بتاع علم البلد، اعلام، ولما الفريق يكسب يقول لك احنا كسبنا، مع انك قاعد بتتفرج على قهوة اصلا ما شفتش شكل الملعب حتى عشان تقول احنا. انت ما كسبتش حاجة حرفيا. ولما الفريق يخسر تتبرى منهم على طول، هم خسروا. وده السبب اللي بيخلي جماهير طويلة عريضة فرحانة ومبسوطة للسبب ده، عشان كله بيفكر جوه عقله كالآتي: حتى لو انا مش عارف اكسب، بس على الاقل فريق يكسب. لان فكر فيها كده: لو انت بتحب اللعبة قوي، ليه ما تروحش تلعب؟ روح كده ملعب واتفرج مثلا على الناس، تلاقي معاهم مقرمشات ومقبلات ومش قادرين يتحركوا اصلا، وبيتفرجوا على فريقين بيتنافسوا وبيلعبوا، في الاخر يقول لك احنا كسبنا. انت ما كسبتش اي حاجه، بس هي الناس بتحب كده. ركزوا معايا عشان ده علم نفس عميق جدا، لان ممكن يبقى شخص حاسس من جواه ان هو فاشل جدا: انا وزني زايد، شغلي مش حلو، بيتي واسرتي مش مستقرين، بس على الاقل الفريق اللي بشجعه يكسب. فده يديه احساس بالانتصار والفوز، لان بدونه هيحس ان هو خسران، ومحدش بيحب يحس ان هو خسران. وده السبب اللي بيخلي الفريق لما يخسر يقول لك هم خسروا، مش بينسبها لنفسه زي ما نسبها لنفسه في الفوز، اللي هو انا بالفعل خسران حاجات كتير في حياتي، انا ناقصاك انت كمان. ده المبدأ اللي مبني عليه البيزنس ده كله. ومش معنى كلامي اني بقول لك ما تتفرجش على رياضه، روح اتفرج لو عايز، بس خليك فاهم المعنى ورا ردود افعالك. الدافع الثامن: تجنب المشاكل والضيق. في حاجات كتير بتضايق البشر وبتسبب لهم مشاكل، سواء في صحتهم، في شغلهم، في بيتهم، اسرتهم وولادهم، دولتهم، الاوضاع المحيطه، الفريق بتاعهم. الناس عايزه تتجنب الحاجات دي. عشان كده من اسرع طرق البيع انك تعرف ايه اللي مضايق العميل، وتوضح له ازاي الحل بتاعك هيحل له المشاكل دي اللي مضايقه. الدافع التاسع والاخير الا وهو الندره. معظم الناس مش بتاخد خطوة أو تشتري غير لو في سبب، عشان كده مهم تديهم سبب: فترة محدودة، كمية محدودة، لأول 50 شخص مثلا، إلى آخره. زي عرض البلاك فرايداي الخاص بالإعلانات الممولة اللي هتلاقيني سايبه لك تحت في الديسكربشن، لأول 50 شخص أو لحد ما البلاك فرايداي ينتهي. نفس الفكرة، الندرة. ما تفترضش إن الناس هتشتري لمجرد إن العرض كويس، الناس بتشتري لما يكون في ندرة. دول كده كانوا ال9 دوافع الرئيسية اللي بتدفع الناس للشراء. اكتب لي أكتر دافع فيهم عجبك تحت في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفك الفيديو اللي جاي.